هلا عدنا. انا من المره الماضيه قالت لي نادو شعراتك حلوه لو ما تلعب فيهم وهيك. قالت لي بس اذا بدك تغيري الشكل، شايفين هدول الغره هيك لما قصت لي اياها. قالت لي اذا حابه بنعمل هيك خصل تغيير شكل، يعني بما انه انا ماني حابه اغير لون شعري، بتعرف والله ريتشو بيجن بعدين. عن جد شوفوا لون شعري الطبيعي احلى بكتير، بس رح نعمل هيك تفصيله بالغره، بما انه الغره بالطول وبالقص يعني ضاع مخلوفه عقولة ماما. فرح نشوف اللوك الجديد مع بعض انا وانتو. انا ما تنصدموا مثلي، انا كنت رح اعمل بس الغراب، بس لما بتكونوا انتم بتثقوا بالشخص يعني خلص مسلمينه شعركم، بالذات الشعر بين خطين بين قوسين، تحت خطين بين قوسين، الشعر بالذات عن جد يعني انا بالنسبه لي كتجارب وهيك شفت من زمان قلت ما بدي اربع على شيء، فقالت لي على مسؤوليتي وراح تحبي كثير. عملنا بس الخصله اللي قدام بس، شوف النتيجه مع بعض بس لا تخلص. اوكي، ان شاء الله ان شاء الله هيك ريتشو ما ينسى. قلت له انا رح اعمل بس الغداء، انا كل بالي الغداء اللي هون هيك بس رح اتخصصها هيك تخصيص يعني تغيير الشكل. فقلت خلص عندي وانا رح اعمل لك شيء كثير حلو بتغيري الشكل. قلت لها لانه انا من لما اخر مره عملتي لي اياها لما كنت حامل بسند، ما عاد قربت شيء عليه. قالت لي عندي ورح تحبيه، وانطروا النتيجه. المرة الماضية لما كنت مع بنتك معي كمان نفس الشيء، حتى هلا جاني كومنتات انه مش حماتي مبينة. اول شغلة لما صورت حماتي ما قاعدة هون بكل هالمنطقة، قاعدة هنيك انا بصبرت وقعدت هنيك يعني استراحت بالمكان الاستراحة. انا بس بروح على الصالونات كثير بنتبه هذا الموضوع انه ما يطلع حدا معي بالتصوير بالغلط، او يكون محجب مبين بدون غطا معي، فبختار زاوية يكون اي شخص بهاي المنطقة بيكون ما محجب. يعني الأشخاص اللي بيطلعوا وراي بدون قصد أكيد يعني بيكونوا ما محجبين، يعني هن من الأساس بدون حجاب، والصالون بيستقبل ناس محجبين وناس بدون حجاب. فلما جينا نصور، لما قعدتني أول شيء قلت لها بدي زاوية يكون مكان إنه إذا أصور ما يكون وراي حدا محجب. قالت لي أوكي، قالت لي هاي المنطقة ما بيكون في حدا إنه وراي يكون محجب أو شايل على راسي. قلت لها أوكي. فانا والله العظيم انه كثير بدي هذا الموضوع، لانه اول شغله هذا الشيء بنعب برقبتي انا، انه اكيد بقول ماني قاصده بس خلص يعتبر انه هذا الشيء برقبتي. فلهيك لما بصور باماكن الصالونات كثير بنتبه على الموضوع، وبقول لهم بقعد بمكان ما يبين حدا وراي محجب. بخلي قلبكم كمان انه انتم كمان بتخافوا انه ما ينحط حدا برقبتي كمان. حطيت ايلاينر بني، نسيان الايلاينر الاسود، بدنا نعمل شكل يعني نغير شكل. وين بدي احط من هاد طبيعي بياضه شو حلو، مشان ما يكون كتير كمان. حاول هيك خفيفة بإيدي. كتير كتير حمرا شوفوا، رح حط هنحط هلا نجرب هذا اللون مات. هدول اللي جبتهم جداد ما فتحتهم، نظبط اذا حسينا في شيء غلط يعني. نشوف لونه، انا شفته هنيك جبت كذا واحد انه اللي عندي تقريبا الوان ترابية يعني شبه مخلصين مو ناوي يطلع. هذا هيك في واحد جبته ببالي كان
اكيد لازم ندمجهم. حس انه عن جد انه شي ما معي فرشاة دمج. شو رايكم؟ حبيت لونه. اذا بعد في واحد ثاني لما جبتهم كلهم ترابيات لانه عن جد ما ضل اللي عندي. حط بقلب العين برايكم ولا لا؟ جرب عين فرجيكم ثاني شوي. خلينا على هذا. هذه ليش ما لا ثاني هذا سمينا عليك بسبول. هذه ليش ما عم يعلم؟ شوفوا هذا اذا بطح منه انا دغري بيعلم. شايفين؟ دغري بيعلم هاي الجهة. شكل الثاني بالدبري. ارجع اظبط المسكرة شوي لانه اجى عليها بياض. هذا لونه كتير حلو هيك جاي على لون روز جولد غريب شكله بده بري. انا ما معي بالراية لهون. شوي مسكرة على الوش السفلية الستون الحمراء حبيت. حسيت بشي اكتر. طلع على نفس العضو ولا حسيت هذا هذا اغمق. اوكي بحس اني لازم ادمج معه لون ثالث ما بعرف ليش. اللي هو اول ما جايبه لون افتح ولا حلو خليه احط هذا اللون معه شوف كيف بيطلع. هيك بندمجهم. صار احلى صح؟ عن جد صار لون كتير حلو. هذا كمان جديد لسه. اوكي خلصنا. ضل عنا هايلايتر والبلاشر كمان وهذا بلاشر وهذا الهايلايتر قدامي شوية بني. خايفة حدك القصر. بحط شي صغير زهر هيك على الخفيف هون الزهر خليكم نشوف ردة فعل بيمشي ولا على شعراتي بس تيجي على البيت. انا بحب الالوان الترابية علي تعجبني.
مكياج، هون شوية زهر بس. والهايلايتر اكيد ما فينا بلا. فكرة ايلاينر البني كتير حلو علي، انا بحبه. لازم نجيب ماسكارا. انا بعد ما خلصت الميك اب رح نبلش بغسيل الشعر، وبعدها فرجيكم النتيجة ولا تستنوا الريلز؟ شو رايكم؟ يا جماعة الانستغرام رح يزعل، فرجيكم الشعر قبل الريلز او بعد؟ شو خبروني. حبيت كتير لون الحمرا على فكرة، قلم التخطيط واللونين دمجتهم. حبيت حتى الميك اب عشان ناخد الريلز كتير حلو. شو عم غش؟ بعرف انه ما فيني تشوفوا. بس وقت فيه هلا ما رح تكون هدول. يلا اوكي. لا النتيجة ما تبين هلا. هلا مو خلص هون. مو خلص عمود يعني. هلا بنشوف. بس والله شكله كتير رح يكون حلو عن جد، لانه طلعوا هي بس حاملة خصل عن جد كتير كتير يعني عاملتهم هات وهيك رح تحسي بتغيير شكل. واساسا هدول الخصل القصار يعني بطوله فما رح تحسي فيهم اذا حابين بس تغيير شكل لفترة. هاي مو تركوا انها ما عم بدي العب شعري، والله نادوا لعبة بعالاتي وانا ما دخلني. خلص شوفوا النتيجة بعد شوي. هلا بلشت بالبنسات. والله انا متحمسه للنتيجه عن جد، بعد زمان عن تغيير اللوكات والحركات. ايوه عن جد متحمسه. شوفي القصه قديش شفاها عن جد، كتير شفاها. قولي الله لا تخاف، قولي الله. بنشوف ردة فعلك شو هو متأخر ليجي على البيت. ما بتفرجيهم اللي خليها مفاجأة. هلا حتى لو فرجيتكم قبل التنشيف ما راح يبين، عرفتوا؟ بس والله مبين حلو. انا شفته هيك يعني، بس شفت شوي زيوم منه بس اوكي. تحمسوا حبيباتي، تحمسوا مثلي.